وكما تعلمون يا أحباب الكرام، اليوم قد عم الجهل، اليوم عمت الذنوب والمعاصي، اليوم انتشر الإشراك بالله سبحانه وتعالى، اليوم انتشر سب الله سبحانه وتعالى، اليوم انتشرت المخدرات، انتشرت الخمور، انتشر الربا، الزنا، الرشوة، بل هناك انتشرت جرائم اليوم في وسائل الإعلام. بعض الآباء يبيع ابنته وابنه من أجل حفنة من المال، فهؤلاء من ينصحهم؟ من يوجههم على الطريق الصحيح؟ فكان من باب أولى هم الشباب. الشباب هم جيل المستقبل، هم الذين يقومون بالدين. إن من سبل معرفة الله عز وجل ورضوانه في الدنيا والآخرة هو بالعلم الشرعي. هكذا نتعلم قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أحباب الكرام، العلم الشرعي من أجله يبذل المال، ومن أجله يبذل الوقت، ومن أجله يبذل العمر. بل الله سبحانه وتعالى لم يوصي النبي عليه الصلاة والسلام بشيء أو بالزيادة من شيء إلا أوصاه بالعلم. قال: وقل ربي زدني علما. هكذا أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله: وقل ربي زدني علما. وأول ما أنزل من القرآن الكريم هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. لم يقل الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: صل أو صم أو زكي أو حج، إنما قال له: اقرأ. لأن الإنسان يا أحباب الكرام إذا تعلم استطاع أن يعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى طريق صحيح. لكن الجهل لا يستطيع صاحبه أن يعبد الله جل وعلا على بصيرة وعلى طريق صحيح أو بالشكل الصحيح. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال عن العلماء، قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم من أكثر الناس يخافون ويخشون الله سبحانه وتعالى. وجاء تكرار لفظ العلم في القرآن الكريم تقريبا ب765 آية، ب765 مرة جاءت لفظ أو تكرار لفظ العلم. فهذا إن دل إنما يدل على أهمية العلم في هذا الدين العظيم. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم: اسمع يا عبد الله، يا من تطلب العلم الشرعي، يا من تعلم الناس، يا من تعلمهم القرآن، يا من تعلمهم أمور الدين، اسمع إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين وحتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها لا يصلون على معلم الناس الخير، أي يدعون له بالرحمة وبالمغفرة. هكذا أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على طالب العلم. فيا أحباب الكرام، الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. أبو هريرة في يوم من الأيام دخل على السوق فقال لهم:
أما تذهبون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، اذهبوا وأخذوا نصيبكم من الميراث. فكان تفكير هؤلاء أهل السوق كان تفكيرهم دنيوي، يظنون ويحسبون أن معنى كلام أبي هريرة أن الذي يوجد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم المال، النقود، الأراضي الزراعية وغيرها. لكن لما ذهبوا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجدوا شيئا يقسم، فرجعوا إلى أبي هريرة فقالوا له: لم نجد شيئا يا أبا هريرة، لم نجد شيئا يقسم. فقال لهم: ماذا رأيتم؟ قالوا: رأينا أقواما يصلون، ورأينا أقواما يتذاكرون القرآن، ورأينا أقواما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: ويحكم ويحكم، هذا ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. فهكذا اليوم نقول: قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنهتم يا أحباب الكرام بالعلم. العلم كما يقولون: العلم نور والجهل ظلام. هكذا نهتم بأمور العلم. وخاصة ونحن اليوم نعيش في هذا الزمن، اليوم وسائل العلم أصبحت متاحة للإنسان. اليوم كليات الشريعة قد انتشرت في البلد. اليوم ولله الحمد في محافظة الأنبار توجد كلية العلوم الإسلامية في محافظة الأنبار أو في الجامعة، وكذلك كلية الإمام الأعظم، وكذلك المدارس الدينية منتشرة. اليوم في مدينة البغدادي توجد مدرسة ثانوية أبي هريرة الإسلامية. فلي أرجو من أولياء الأمور، من الآباء الفضلاء، أن يحثوا أبناءهم وبناتهم أن يلتحقوا بالمدارس الشرعية وبالكليات الشرعية من أجل أن يتعلموا دينهم، من أجل أن يتعلموا عقيدتهم، من أجل أن يتعلموا ويعلموا الناس. ألاحظ وأسمع من بعض أولياء الأمور يقولون: والله هذه كليات الشريعة ليس فيها وظيفة وليس فيها تعيين. وتجد هذا السبب الرئيسي: لا يجعلون أبناءهم يذهبون إلى الشريعة. فتجد هناك بعض الشباب يريدون أن يذهبوا إلى مثل هذه الكليات من أجل أن ينتفعوا وينفعوا الناس، لكن آباءهم يمنعونهم من هذه الكليات ومن هذه المدارس. أسألكم بالله يا أحباب الكرام، كم أناس في كليات الشريعة قد تعينوا، قد توظفوا؟ يجب علينا أن نعتقد ونتيقن أن الله هو الرزاق، أن الله هو المعطي. فإذا كان هذا اليقين بالله وهذا الاعتقاد الجازم بالله سبحانه وتعالى أنه هو الرزاق وأنه هو المعطي، فالله جل وعلا يعطينا خيري الدنيا والآخرة. فيجب على الإنسان أن يكون همه الآخرة، همه تعليم القرآن، همه تعليم الفقه، تعليم الحديث، تعليم التفسير، تعليم السيرة. هكذا يجب على أولياء الأمور أن يحثوا أبناءهم للذهاب إلى هذه المدارس وإلى هذه الكليات. فيا شباب الإسلام، يا حماة العقيدة، المجتمع يحتاج لكم. المجتمع يحتاج إلى دعاة، يحتاج إلى خطباء، يحتاج إلى أئمة. اليوم كثير من المساجد اليوم في منطقة البغداد منتشرة، لكن أين الدعاة؟ أين الخطباء؟ أين الأئمة؟ اليوم أغلب المساجد تفتقد إلى الأئمة. فالواجب على الشباب الفضلاء أن يذهبوا إلى كليات الشريعة
وإلى المدارس الدينية، وأن يختلطوا بالعلماء وبالمشايخ وبالدعاة الصادقين من أجل أن ينشروا هذا الدين، ومن أجل أن يعلموا الناس الدين. وكما تعلمون يا أحباب الكرام، اليوم قد عم الجهل، اليوم عمت الذنوب والمعاصي، اليوم انتشر الإشراك بالله سبحانه وتعالى، اليوم انتشر سب الله سبحانه وتعالى، اليوم انتشرت المخدرات، انتشرت الخمور، انتشر الربا، الزنا، الرشوة، بل هناك انتشرت جرائم اليوم في وسائل الإعلام. بعض الآباء يبيع ابنته وابنه من أجل حفنة من المال، فهؤلاء من ينصحهم؟ من يوجههم على الطريق الصحيح؟ فكان من باب أولى هم الشباب. الشباب هم جيل المستقبل، هم الذين يقومون بالدين. أما تعلمون أيها الشباب أن موسى عليه السلام أخبروه عن الخضر أنه عنده علم وحكمة، فقطع المسافات الطويلة وذهب إليه من أجل أن يتعلم الحكمة والعلم. وهكذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قد رحل من المدينة المنورة إلى بلاد مصر من أجل أن يروي حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا الإمام الشافعي، وهكذا الإمام أحمد بن حنبل رحل من العراق إلى بلاد اليمن وإلى بلاد الحجاز من أجل أن يتعلم العلم الشرعي. وهكذا اليوم نقول قال الشافعي، قال أبو حنيفة، قال الإمام مالك، هؤلاء قد رحلوا من هذه الدنيا، لكن ماذا ورثوا؟ ورثوا العلم الشرعي. هكذا اليوم الفتاوي تستمد من كتبهم ومن فتاويهم، فهؤلاء لم يموتوا، إنما هم أحياء بكتبهم وبعلمهم. فأما آن الأوان يا أحباب الكرام أن نقتدي بهؤلاء الرجال، بهؤلاء الرجال الصادقين الذين نشروا العلم، أن نسير على ما ساروا عليه. فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم للاهتمام بطلب العلم الشرعي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا